كل اجهزه الدوله ساعدتني. يعني الثوره الاداريه اقل من سيادتك انها بدات. ما استغرقت في مكتب وزير الصحه 3 دقائق، والكومسيون الطبي يوم واحد، ومجلس الوزراء في نفس اليوم اداني ورق لرئاسه الجمهوريه، ورئاسه الجمهوريه ادتني يوم مهله اجهز ورقي ورحت لها في نفس اليوم خدت الورق. الثوره الاداريه اقل من سيادتك انها بدات، ونحن شاكرين وباسم كل الجماهير بنشكر سيادتك. يستحلفوك بالله ان لا شيء من الماضي يظهر ابدا، لا في صوره احزاب ولا في صوره كرامه. بودي انه انا كان بودي انه اقعد معاكم اكتر، انما انا قصدت اني التقي بكم النهارده وانا سعيد، واحمد الله سبحانه وتعالى انه مكنني من اني احضر واقعد وياكم هذا الوقت، علشان اشكركم واشكر مصر كلها من خلالكم، لانه هي دي مصر الاصاله، مصر الايمان، مصر الاخوه والحب، هي دي مصرنا. الحقد ما عرفناهش، ما هوش في بلدنا ابدا، ولا يعيش، ولا المبادئ او الناس اللي يدعوا للحقد والعيب. احنا ما نحبش العيب، ونحب نتمسك دايما بتقاليدنا. عملكم وتعبيركم كان اروع واحسن من اي تعبير، لانه اللي بيدي قروش من قوته لها معنى كبير جدا عندي، كانت اكبر من كل ما كان من تبرعات بالالافات الجنيهات وغيره. انما انتم بتمثلوا روح مصر، شعب مصر، اصالة مصر، الحب اللي في مصر، الاخوة اللي في مصر، الشركة اللي بيننا كلنا كعيلة واحدة. لازم نقول للمخطئ اخطأ، ونقول للي يحسن احسن. بعاهدكم وبعاهد شعبنا من خلالكم، لانكم بتمثلوه من كل المحافظات وتلقائيا بعد. بعاهدكم انه تظل المسيرة ان شاء الله من اجل كل مواطن ومواطنة مصرية، علشان مستقبل احسن، الامن، الطمأنينة، سيادة القانون، وان شاء الله بعد سنة 80 الرخاء اللي احنا كلنا نتمتع به وناخد ثماره، واولادنا من بعدنا ان شاء الله. بشكر الشعب المصري ومصر كلها فيكم، انتم الناس البسطاء اللي عبروا باجمل واروع تعبير عن حبهم لمصر وشجبهم لكل من يحاول انه ينال من وحدة شعبنا او امن